أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطق مع كتاب السلم المنورق بشرح الشيخ حسن القويسني رحمه الله تبارك وتعالى. وبفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من الجزء الأول، وهو باب التصورات. فأخذنا باب مبادئ التصورات، وهي الكليات الخمس: الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام. ثم بعد ذلك أخذنا مقاصد التصورات. ما المقصد من التصورات؟ هو القول الشارح، تعاريف. أخذنا التعاريف قسمناها إلى 3 أقسام، وبعد ذلك أخذنا شروط التعريف. شروط التعريف كما هو معلوم لديكم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ في القسم الثاني، وهو التصديقات. كذلك سنأخذ مبادئ التصديقات، وهي القضايا وأحكامها، ونأخذ كذلك مقاصد التصديقات، وهي القياس بأنواعه. ثم جماعة نعم، نقرأ الأبيات ثم نأخذ الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرمج، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة. نحمده على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من هذا المقامات العلا، محمد سيد كل مختفى، العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجاب، يخوض من بحر المعاني رججا، وآله وصحبه ذوي الهدى، من شبهوا بأنجم في الابتداء. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غير الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائدا، سميته بسلم منورق، يرقى به سماء علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولات
يهتدي، والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال. فابن الصلاح والنووي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوزه لكمل صريحا ممارس السنة والكتاب، ليهتدي به إلى الصواب. إدراك مفرد تصور علم، ودرك نسبة بتصديق وسيم، وقدم الأول عند الوضع، لأنه مقدم بالطبع. والنظر محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. وما به إلى تصور وصيد يدعى بقول شريح فلتبتهل، وما لتصديق به توصل بحجة عند العقلاء. دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام انبعاث. نلتزم مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين أعلى المفردة، كلي أو جزئي حيث وجدا. اشتراكنا الكلي كأسد، وعكسه الجزئي. وأولا للذات إن فيها اندرج، فانصبه أو عارض إذا خرج. الكليات 5 دون انتقاج، جنس وخاص وعرض نوع وخاص. وأول 3 بلا شطط، جنس قريب أو بعيد أو وسط. ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان، تواطؤ تشاكك تخالف، والاشتراك عكسه ترادف. واللفظ إما طلب أو خبر، وأول 3 ستذكر. أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. الكل حكمنا على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع. وحيثما لكل فرد حكما، فإنه كلية قد علم. والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. معرف إلى 3 قسم، حد ورسمي ولفظي علم. فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وفصل ونقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. ونقص الرسم بخاصة فقط، أو مع جنس أبعاد قد ارتبط. وما بلفظي لديهم شهرا، تبديل لفظ برديف أشهر. وشرط كل أن يرى مضطردا، منعكسا وظاهرا لا أبعدا، ولا مساويا ولا تجوزا، بلا قرينة بها تحرزا. ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو جائز في الرسم فادر ما رووا. ما احتمل الصدق لذاته جرى، بينهم قضية وخبرا. يا عندهم قسمان، حقية حملية، فالثاني كلية شخصية. والأول إما مصور وإما مهمل، والصور كليا وجزئيا يرى، و4 أقسامه حيث جرى.
نعم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلوم والشيخ. باب في القضايا ما احتمل الصدق. باب في القضايا. الباب في اللغة، الباب في اللغة فرجة في ساتر يتوصل بها من الداخل إلى الخارج والعكس. الباب في اللغة فرجة في ساتر يتوصل بها من الداخل إلى الخارج والعكس. مفهوم؟ هذا الباب في اللغة. أما الباب اصطلاحا هو اسم لطائفة من المسائل المشتركة في الحكم. اسم لطائفة من المسائل المشتركة في الحكم. ويطلق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم مجازا فيقال أنت باب الله كل امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. ويلغز إلى الباب فيقال فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. هذا يلغز إلى الباب هكذا. ما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء. يقرأ من الأول ويقرأ من الآخر. باب باب ثلاثي وفيه حرف مد الألف صحيح له الإعراب حقا والبناء. مفهوم؟ هذا قال باب في القضايا. القضايا جمع قضية، واضح؟ وهي من القضاء وهو الحكم. قضى فلان بكذا معنى حكم، واضح؟ وفي الاصطلاح قول احتمل الصدق والكذب لذاته كما قال الشيخ. قول احتمل الصدق والكذب لذاته، هذا معنى تعريف القضية لغة واصطلاحا. زيد. باب في القضايا. نعم. باب في القضايا جمع قضية. نعم. من القضاء وهو الحكم. هذا هو القضايا جمع قضية من القضاء وهو الحكم. إن قضى فلان بكذا معنى حكم. قضى القاضي بكذا حكم. القاضي معنى الحاكم. نعم. من القضاء وهو الحكم. نعم. اشتمالها عليه. نعم. لاشتمالها عليه. واضح. لاشتمالها عليه لأن كأن ماذا؟ كأن الحكم جزء من القضية فهي مشتملة عليه، مشتملة على الحكم. واضح؟ قمنا الكلام لأن لاشتمالها عليه لأن القضية مشتملة على الحكم، مشتملة على الحكم لأن الحكم جزء منها. نعم كما سيأتي. وأحكامها بالجر عطف على القضايا. نعم. باب في القضايا وأحكامها. الأحكام معطوف على القضايا والقضايا مجرور. واضح؟ معطوف على المجرور مجرور. نعم. والمراد بالأحكام التناقض والعقول. هذا هو. هذا المراد بأحكام القضايا. ما هي الأحكام؟ هي التناقض والعكس. الشيخ جمع العكوس لأن العكس المستوي وعكس تناقض وعكس تناقض كما سيأتي.
عكس نقيض واضح إلى غير ذلك. هذه أحكام القضايا. هذه هي مبادئ التصديقات، القضايا وأحكامها. أحكام القضايا هي التناقض والعكوس بأقسامه الثلاثة: عكس المستوي، وعكس نقيض موافق، وعكس نقيض مخالف. مفهوم؟ نعم. ما أي اللفظ الذي احتمل الصدق والكذب من ذاته. نعم. يرى بينهم أي المناطق قضية وخبرا، أي نعم. يسمى بهذين الاسمين. هذا هو. فالآن اللفظ الذي احتمل الصدق والكذب لذاته يعرف عند المناطق بقضية وبخبر. هذا اللفظ الذي احتمل الصدق والكذب لذاته يسمى عند المناطق بالقضية وبالخبر. ما معنى احتمل الصدق والكذب لذاته؟ لو نظرنا إلى ذات اللفظ بقطع النظر عن أمور أخرى، لو نظرنا إلى ذات اللفظ يحتمل الصدق والكذب. لو قلت هكذا: قام زيد، بالنظر إلى ذات هذا اللفظ يحتمل الصدق يحتمل الكذب. لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذا القول لو نظرت إلى ذاته يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لو نظرت إلى قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذا اللفظ بالنظر إلى ذاته يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. أما القطع بصدقه والقطع بكذبه هذه لأمور خارجية، لكن النظر إلى ذات اللفظ يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فهمنا الكلام يا جماعة؟ هذا. لكن متى تقطع بأن قول الله صادق؟ متى تقطع؟ بأمر خارجي، لأن القائل هو الله. متى تقطع بصدق قول النبي؟ لأن القائل هو النبي. هكذا. فالقطع بالصدق والكذب لأمور خارجية. أما النظر إلى ذات الخبر كله يحتمل الصدق والكذب. فهمنا هذا الكلام؟ هذا. فالآن اللفظ الذي احتمل الصدق والكذب لذاته يسمى عند المناطق بقضية وبخبر. بقضية وبخبر. نعم. اقرأ معي تحت في الحاشية ماذا قال؟ قوله لاشتمالها عليه: وإنما كانت القضية مشتملة على الحكم لما سيأتي أنه جزء منها، أن الحكم جزء من القضية لذلك هي مشتملة عليه. لكن الحكم الذي تشتمل عليه القضية هو الحكم بمعنى النسبة. الحكم اللي هو نسبة. أيوة. الحكم معنى تحكم على شيء بكذا. والحكم الذي معناه القضاء هو الإيقاع والانتزاع. واضح؟ فليس أحدهما عين الآخر، لأن هنا الحكم بمعنى القضاء والحكم الذي سيأتي بمعنى النسبة، فليس أحدهما عين الآخر. ولما تشاركا في الاسم اكتفى بذلك. لما اشتركوا في الاسم حكم اكتفى الشيخ بهذا، فقد ذكر أولا الحكم بمعنى ثم أعاد عليه الضمير بمعنى آخر. واضح؟ نعم. ففي كلامه استخدام، وهو من محسنات البديع. ولو عبر بالاسم الظاهر فقال بعد قوله من القضاء وهو الحكم لاشتمالها على الحكم، واضح، لكان أنسب بحال المتعلم.
لكنه اتكل على ظهور المراد، والمتعلم لا يستغني عن الموقف. الشيخ هنا ماذا قال؟ قال من القضاء وهو الحكم، صحيح؟ ثم قال لاشتمالها عليه، على ماذا؟ على الحكم. فهنا الشيخ قال لك لو صرح بالظاهر بدل الضمير قال لك لكان أحسن، لكان أنسب بحال المتعلم. لو قال هكذا من القضاء وهو الحكم لاشتمالها على الحكم قال لك لكان أنسب، لكان أنسب. لماذا؟ لأن الحكم الأول يختلف عن الحكم الثاني. الحكم الأول اللي هو من القضاء وهو الحكم يختلف عن اشتمالها على الحكم، مفهوم؟ لأن الحكم الأول هو ماذا؟ الحكم الأول هو القضاء، لكن الحكم الثاني هو النسبة. فهمنا؟ هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. قوله وأحكامها المراد بالجمع ما فوق الواحد، إذ المراد التناقض والعكس، إذ كل له أفراد كثيرة. نعم بطبيعة الحال كل فرد منها حكم قضية. نعم، لذلك قال وأحكامها لأن التناقض له أفراد والعكس له أفراد، وكل فرد منها حكم قضية، لذلك جمع أتى بأحكام. نعم. قوله بالعكوس الجمع باعتبار الأفراد، إذ لم يذكر المصنف إلا العكس المستوي. نعم. ولم يتعرض لعكس النقيض بقسميه، عكس نقيض موافق وعكس نقيض مخالف. الشيخ لم يتكلم عن هذا الاثنين في الكتاب، لا، ذكر فقط العكس المستوي. فكيف يقول العكوس وهو ذكر واحد فقط؟ ولم يتعرض لعكس النقيض بقسميه، وسيأتي بيان الكل. نعم. قوله اللفظ الصادر من اللسان أو الملحوظ في الذهن، لأجل أن يشمل التعريف القضية الملفوظة كزيد قائم، والقضية المعقولة وهي النتيجة. نعم. مفهوم؟ فاللفظ بمعنى صادر من اللسان أو الملاحظ في الذهن. لماذا؟ لأجل أن يشمل التعريف القضية الملفوظة كزيد قائم، والقضية موجودة في الذهن كالنتيجة، ذلك قال اللفظ. نعم. قوله الصدق قد اشتهر وسبق أيضا تعريف الصدق بأنه مطابقة الخبر للواقع. صحيح، هذا هو الصدق، مطابقة الخبر للواقع، هذا هو الصدق. وحينئذ يرد أن تعريف كل من الخبر والصدق مشتمل على الآخر، وهو دور. ويمكن الجواب بأن كل من التعريفين يخاطب به من عرف الطرفين وجهل النسبة. هذا قوله والكذب، أي ففي كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت في الكلام، حذف أن قال ما احتمل الصدق فقط لذاته، هل قال والكذب؟ لا، فحذف ماذا؟ الواو مع ما عطفت. نعم. وإنما قدر ذلك أخذا من مادة الاحتمال للعلم به من شهرة ذكره في هذا المقام. نعم، إنه مشهور أنه ما احتمل الصدق والكذب، مشهور هذا، لذلك حذف والكذب. وقد قدمنا أن احتمال الخبر للكذب أمر عقلي فقط. نعم، أمر عقلي. أما الخبر في حد ذاته في أصله موضوع للصدق فقط، ليس موضوع للكذب. أما الكذب أمر عقلي فقط، وأصل وضع الخبر إنما هو الصدق كما قلنا. قوله قضية وخبر في التلويح
يعلم أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم قضية، من حيث اشتمال على الحكم يسمى قضية، من حيث احتماله الصدق والكذب يسمى خبر، من حيث إفادته الحكم يسمى إخبار، من حيث كونه جزءا من الدليل يسمى مقدمة، من حيث يطلب بالدليل يسمى مطلوبا، من حيث يحصل من الدليل يسمى نتيجة، من حيث يقع في العلم ويسأل عنه يسمى مسألة. فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. فالذات واحدة لكنها بالاعتبارات تختلف الأسماء. مثلا تقول زيد قائم، زيد قائم، هذه ذات واحدة لكن بالاعتبارات تختلف، مرة يسمى قضية، مرة يسمى خبر، مرة يسمى إخبار، مرة يسمى نتيجة، مرة يسمى مطلوب، مرة يسمى مسألة. هذا الآن زيد قائم هذا اللفظ واحد لكن بالاعتبارات تختلف الأسامي. لو نظرنا من حيث اشتمالها على الحكم زيد قائم، من حيث اشتمالها على الحكم اللي هو النسبة يسمى قضية، من حيث احتمالها للصدق والكذب زيد قائم يحتمل الصدق والكذب يسمى خبر، من حيث أنه أفادنا الحكم، من حيث أنه أفادنا الحكم يسمى إخبار، أخبرنا، من حيث كونه جزء من الدليل جزء من القياس يسمى مقدمة. فرأيت كيف اعتبارات تختلف التسمية باختلاف الاعتبارات، أما اللفظ واحد زيد قائم. فهمنا الكلام؟ هذا معنى قول الشيخ فالذات واحدة واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات. نعم فوق يعني اختلاف الأسماء باختلاف الاعتبارات. هذا نعم اقرأ لنا فوق. نعم فخرج بقولنا ما احتمل الصدق والكذب ما لا يحتملهما كالإنشاء. نعم كالأمر والنهي والتمني والترجي هذا كلهم يسمى إنشاءات. واضح؟ لأن اضرب هل يحتمل صدق وكذب؟ لا. لا تضرب هل يحتمل صدق وكذب؟ لا. ليتك تضربه هل يحتمل؟ لا. كله لا يحتمل صدق ولا كذب، فيخرج الإنشاءات بمجرد قولنا ما احتمل الصدق والكذب. مفهوم؟ كضرب النهي، كضرب أمر. نعم فلا يسمى قضية ولا خبر، فلا يسمى لا قضية ولا خبر. مفهوم؟ إنشاءات. ما معنى إنشاءات؟ هو الذي ينشأ بمجرد النطق به. أما الخبر لا، الخبر يكون موجود قبل أن تنطق به ثم بعد ذلك أنت تخبر به. إذا رأيت زيد قائم بعد ذلك أنت تأتي وتقول زيد قائم، الخبر موجود قبل التكلم قبل الإنشاء الكلام. لكن الأمر هل هو موجود قبل إنشاء الكلام؟ لا، عند الكلام ينشأ الأمر، عند الكلام عند الإنشاء، لذلك سمي إنشاء. النهي هل موجود قبل الكلام؟ لا، عند الكلام ينشأ النهي. تمني هل موجود؟ لا، وهكذا. هذه تسمى إنشاءات. تسمى ماذا؟ إنشاءات. هذا هو معنى كلام الشيخ. ثم إنشاءات هذا معنى إنشاءات. نعم زيد. وخرج بقولنا لذاته ما احتمل الصدق والكذب للازمه. نعم لما قلنا لذاته يخرج للازمه، يعني بالنظر إلى ذات الخبر ذاته زيد قائم، بالنظر إلى ذات زيد قائم يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فلما قلنا لذاته يخرج للازمه. مثل ماذا؟ اسقني ماء، اسقني الماء، هذا
خبر ولا إنشاء؟ اسقني الماء إنشاء. لكن ما اللازم منه؟ اسقني ماء، ماذا يلزم منه؟ ماذا يلزم؟ أنا عطشان، يلزم منه ماذا؟ أنا عطشان. أنا عطشان احتمل الصدق والكذب ولا لا؟ احتمل الصدق والكذب. فاسقني ماء هذا أمر، لكن لازمه خبر، لازمه أنا عطشان هذا، فيخرج لما قلنا لذاته يخرج هذا. كاسقني الماء هذا أمر، لكن لازمه أنا عطشان. نعم. وإنه وإن احتمل الصدق والكذب لكن للازمه الذي هو أنا عطشان هذا، لأن اسقني الماء يلزم منه أنه عطشان، يلزم منه أنا عطشان، وأنا عطشان يحتمل الصدق والكذب. نعم. لا لذاته، لأن لو نظرنا إلى ذاته هو أمر، لو نظرنا إلى ذاته هو أمر لا يوجد فيه صدق وكذب، لكن للازمه اللي هو أنا عطشان احتمل الصدق والكذب، هذا يخرج بقولنا لذاته. نعم. أي مدلوله المطابقي. نعم. الذي هو طلب السقي. نعم، لا لذاته، لأن مدلوله المطابقي هو طلب السقي. اسقني ماء هذا هو مدلوله المطابقي، مفهوم؟ هذا مدلوله المطابقي هو اسقني الماء، فهمنا؟ أما لازمه هو أنا عطشان. فما الذي احتمل الصدق والكذب؟ هل مدلوله المطابقي ولا لازمه؟ لازمه هذا. نعم. فهمنا يا جماعة؟ ودخل في قولنا ما احتمل الصدق لذاته المقطوع بصدقه من الأخبار كخبر الله ورسوله، فإنه إنما قطع بصدقه بالنظر لقائله لا بالنظر لذاته، كما كنا نقول الآن. لو نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى بالنظر لذاته يحتمل الصدق والكذب، مثل قول الله تبارك سيقول السفهاء من الناس ما ولا ما قبلتهم. لو نظرنا إلى ذات الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، مفهوم؟ لكن لماذا قطعنا بصدقه؟ هل لذات الخبر ولا لأمر خارج؟ ما هو الأمر الخارج؟ أن القائل هو الله، هذا لذلك قطعنا بصدقه. قول إبليس عليه اللعنة لو نظرنا إلى ذاته يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، لكن لماذا قطعنا بكذبه؟ بالنظر لقائله، أن قائله إبليس. وهذا فهمنا؟ الشيخ قال لك ما احتمل الصدق لذاته يدخل المقطوع بصدقه من الأخبار كخبر الله ورسوله، ويدخل أيضا المقطوع بكذبه من الأخبار، مفهوم؟ كقولنا الجزء أعظم من الكل مثلا، مفهوم كذا؟ هذا هو جمع. فلو نظرنا إلى هذا الكلام، لو قلنا الواحد أعظم من الاثنين، الواحد أعظم من الاثنين، لو نظرنا إلى ذات الخبر يحتمل الصدق يحتمل الكذب، لكن لماذا جزمنا بكذبه؟ بعد إجرائنا للعملية الحسابية وجدنا خطأ فحكمنا. نعم. هذا دخل أيضا المقطوع بكذب. فهمنا يا جماعة؟ فإنه إنما قطع بصدقه بالنظر لقائله، لا بالنظر لذاته. لو نظرنا إلى ذاته يحتمل الصدق والكذب، لكن لو نظرنا إلى قائله يحتمل الصدق، تقطع بصدقه. فهمنا؟ هذا
قال لك الشيخ هنا اقرأ معنا تحت. قال كالإنشاءات من أمر تضرب أو نهي كلا تضرب، وكذلك المفردات والمركبات الناقصة كغلام زيد وإن قام زيد، وهو بيان لما قال قوله ورسوله. المراد جنس الرسول أو خصوص نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكون غيره داخلا تحت الكاف. ومثل ذلك كل خبر مقطوع بصدقه لأمر من الأمور كقولك السماء فوقنا والأرض تحتنا. السماء فوقنا بالنظر إلى ذاته يحتمل الصدق يحتمل الكذب. الأرض تحتنا بالنظر لذاته يحتمل الصدق يحتمل الكذب. لكن لماذا قطعنا بصدقه السماء فوقنا؟ بالمشاهدة، حكمنا بأمر خارج وهو المشاهدة مثلا. فمن الكلام الأرض تحتنا حكمنا بصدقه بالمشاهدة مثلا، أمر خارج، فهمنا هكذا. والنار حارة. قال قوله بالنظر لقائله، أي لأن المولى تبارك وتعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام يستحيل كذب أخبارهم. وفي نحو السماء فوقنا والأرض تحتنا قطع بالصدق لكونه ضروريا يعلم حقيقته كل أحد. هذا لذلك جزمنا بالصدق، مفهوم؟ لأن الله ورسوله يستحيل عليهم الكذب، فقطعنا بصدق أخباره. السماء فوقنا قطعنا بصدقه بالمشاهدة لأنه معلوم ضرورة لكل أحد. نعم. زيد. دخل أيضا المقطوع بكذبه من الأخبار. كذلك يدخل المقطوع بكذبه من الأخبار، فهذا كذلك المقطوع بكذبه كذلك يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته. أما القطع بكذبه لأمر خارج. نعم. نحو الجزء أعظم من الكل. هذا الجزء أعظم من الكل. الجزء أعظم من الكل. لو نظرت إلى ذات الخبر هذا يحتمل الصدق يحتمل الكذب، لكن لماذا قطعت بكذبه؟ المشاهدة والضرورة، لأن الناس كلها تعلم أن الجزء ليس أعظم من الكل، العكس. مفهوم؟ هذا. وإنه وإن قطع بكذبه إنما هو لتحقق اختلافه بضرورة. نعم، بضرورة العقل، لأن العقل يقول مستحيل. العقل يقول لك لا، مستحيل أن الجزء أعظم من الكل. فالآن القطع بكذبه لأمر خارج، وهو أن العقل قال لنا لا 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 مستحيل. لكن بالنظر لذات الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. فهمنا هذا الكلام يا جماعة؟ هذا معنى قال تحت مقطوع بكذبه. قال المقطوع بكذبه أي باعتبار أمر خارج كقائله أو ضرورة بطلانه كما قلنا. نحو الجزء إلى آخره، أي وكخبر من كذبه المولى أو رسوله كالمنافقين ومسيلمة، وقد اقتصر رضي الله عنه في كل محل على قسم فقط، وحذف نظيره الآخر فيعلم بالمقايسة. ففي كلامه النوع المسمى بالاشتباك، وهو من محسنات الكلام البديعية. هذا فهمنا؟ الذي كذبه الله ورسوله كالمنافقين، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. هذا الخبر الذي كذب الله به المنافقين لو نظرنا إلى ذاته يحتمل الصدق يحتمل الكذب. لو نظرنا إلى أمر آخر، أمر خارج، أن الله كذبهم والله قوله حق، فهنا نحكم بكذبه أن المنافقين كذبهم الله. فمن الكلام هذا كله يدخل.
فالشيخ اقتصر في كل على قسم. الشيخ لم يذكر كل الأقسام، لا، اقتصر في كل في كل محل اقتصر على قسم من الأقسام. نعم. زيد. ثم لترتيب الذكر القضايا جمع قضية. نعم. عندهم هذا هو الذكر فقط في الذكر. ثم للترتيب الذكري، معناه هذا يذكر بعد هذا. الذكر فقط ترتيب ذكري، معناه أن هذا يذكر بعد هذا، كما قال قوله للترتيب الذكري، أي لإفادة أن حق هذا أن يذكر بعد هذا. هذا ترتيب ذكري، لأن السابق تعريف وهذا تقسيم. أن في الأول كان يعرف في القضية، وهنا سيقسم القضية. فمن الذي يذكر أولا، تعريف ولا تقسيم؟ تعريف، لذلك ذكر التعريف ثم يريد أن يقسم. ثم القضايا عندهم قسمان، هذا ترتيب ذكري، ترتيب في الذكر فقط. نعم. قال وهذا تقسيم، والتقسيم من ناحية الحكم، فحق التعريف أن يذكر قبله، وليس المراد بالترتيب الذكري مجرد ذكر هذا بعد ذاك، فإن ذلك لا دلالة لثم عليه. والترتيب الذكري بهذا المعنى الذي قلناه غير الترتيب الرتبي، لأن الرتبي معناه أن يكون الحكم ثابتا للأول قبل الثاني، كقولك جاءني زيد ثم عمرو، إذا تقدم مجيء زيد فتأمل. نعم. هذا نعم. عندهم أي المناطق قسمان. نعم. ثم القضايا عندهم قسمان. واضح؟ القضايا عند المناطق قسمان. نعم. الأول شرطية. نعم. وهي ما ليس طرفاها مفردين. هذا هو. الشرطية هي التي طرفاها ليس مفردين. ما هما طرفا الشرطية؟ موضوع المحمول ولا المقدم والتالي؟ المقدم والتالي، هذا هما طرفاها. الشرطية طرفاها المقدم والتالي، أما الحملية طرفاها موضوع ومحمول. فالشرطية هي التي ليس طرفاها طرفاها ليس مفردين وإنما مركبين. الشرطية لابد طرفاها لا يكون مفردين، يكون مركبين، يكون مركبين. فهمنا؟ مثل قولك هكذا، مثل قولك هكذا: لو طلعت الشمس لوجد النهار. لو طلعت الشمس لوجد النهار. طلعت الشمس مفرد ولا مركب؟ مركب. وجد النهار مفرد ولا مركب؟ فلازم طرفاها يكونوا مركبين، لا يكونوا مفردين ولا في قوة المفرد. لذلك الشيخ هنا قال شرطية وهي ما ليس طرفاها اللي هو المقدم والتالي مفردين، ولا في قوتهما، ولا في قوة المفرد، ولا في قوة المفرد. فهمنا الكلام هذا؟ أيوة. فهمنا؟ كقولك كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا مثلا، كما سيمثل الشيخ. كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. أيوة. نعم. ولا في قوتهما، ولا في قوة المفرد. لازم طرفا الشرطية لا يكونان مفردين ولا في قوة المفرد. سيأتي قوة المفرد ماذا؟ واضح؟ أيوة. سيأتي في قوة المفرد. نعم.
نحو كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا. ها هو كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود. هو هذه اسمها قضية شرطية. لماذا؟ لأنها بدأت بحرف شرط. كلما حرف شرط. كانت الشمس طالعة، كان واسمها وخبرها. كان النهار موجود، كان واسمها وخبرها. هل هذا مفرد؟ أين المقدم أين التالي؟ ها؟ أين المقدم؟ كانت الشمس طالعة، هذا مقدم. تالي كان النهار موجود. أين أداة شرط؟ كلما. كلما، لذلك سميت شرطية، يعني لوجود أداة الشرط فيها. مفهوم؟ نعم. زيد. وإن جئتني أكرمتك. إن جئتني أكرمتك. جئتني فعل وفاعل ومفعول به. أكرمتك فعل وفاعل ومفعول به. فهل هو مركب ولا مفرد؟ مركب. جملة جملة. أين أداة الشرط؟ إن. لذلك سميت شرطية. فجئتني مقدم، أكرمتك تالي. مفهوم؟ هذا هو يا جماعة. فهمنا الآن الكلام؟ هذا. فالآن القضية الشرطية هي التي ليس طرفاها مفردين ولا في قوة المفرد. لازم طرفاها يكون مركبين. لازم مركبين. مفهوم؟ نعم. وأعطانا الشيخ أمثلة. كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجود. إن جئتني أكرمتك، وتكلمنا عليها. نعم. قال تحت هنا قوله وهي ما ليس طرفاها إلى آخره. هذه عبارتهم، وقد اعترضها الملوي في كبيره، في الشرح الكبير للملوي، بما حاصله إن الشرطية مؤلفة من مفردين في القوة، لأنها إن كانت متصلة فهي في قوة هذا ملزوم لذاك، وإن كانت منفصلة فهي في قوة هذا معاند لذلك، وحينئذ فكل من تعريفي الشرطية والحملية فاسد. أما الشرطية فلأن تعريفها مبين لها، وأما الحملية فلأن تعريفها غير مانع لدخول الشرطية فيه. فلو قالوا، هذا الملوي يقول هذا، فلو قالوا القضية إن حكم فيها بإسناد شيء لشيء أو رفعه عنه فهي حملية، أو بتعليق شيء على شيء أو رفعه فهي شرطية متصلة، أو بمعاندة شيء لشيء أو رفعه فهي شرطية منفصلة، وسكتوا عن عبارة الإفراد والتركيب لكان أوضح وأسلم. هذا كلام الملوي في شرحه الكبير على السنة. اعترض على هذا الكلام، قال هذا الكلام تعريف الشرطية هكذا ما ليس طرفها مفردين، وتعريف الحملية بأن ما طرفها مفردين، قال هذا ليس تعريف سليم. لماذا؟ قال لأن الشرطية مؤلفة من مفردين في القوة. الشرطية في الحقيقة مؤلفة من مفردين في القوة، هي مركبة لكن في قوة المفرد، لأنها إن كانت متصلة فهي في قوة هكذا، في قوة هذا ملزوم لذاك، فيكون هذا الكلام هذا ملزوم لذاك يكون مفرد، قوة المفرد. وإن كانت منفصلة فيكون هذا معاند لذلك فتكون في قوة المفرد. فالملوي قال لهم تعريفكم للشرطية بأنها ما ليس طرفها مفردا هذا لا. لو حققنا النظر في الشرطية لوجدنا طرفاها في قوة المفرد، في قوة المفرد. فقولكم ما ليس طرفها مفردا هذا ليس تعريف سليم. مفهوم؟ لذلك أتى وقال لو قلتم كذا وكذا لكان أوضح وأسلم. فهمنا يا جماعة؟ هذا هو. زيد.
والشرطية منسوبة إلى الشرط. نعم. وهو أداة التعليق. نعم، أداة التعليق. واضح؟ أداة التعليق معنى التعليق الربط. التعليق بمعنى الربط. أداة التعليق يعني أداة الربط. نعم. فهمنا جماعة؟ أيوة. نحو كلما وإن في المثال. نحو كلما في المثال الأول وإن في المثال الثاني. هذه اسمها أداة التعليق يعني أداة الربط. هي التي ربطت ماذا؟ ربطت وجود النهار بطلوع الشمس، وربطت الإكرام بالمجيء. فهمنا؟ هذه هنا ربطت ماذا؟ في المثال الأول ربطت وجود النهار بطلوع الشمس، وفي المثال الثاني ربطت الإكرام بالمجيء. فهمنا الكلام؟ نعم. هذا أداة التعليق معنى أداة الربط. والثاني حملية. نعم. وهي ما كان طرفاها مفردين. ما كان طرفاها مفردين. الآن حملية. الحملية هي التي يكون طرفاها مفردين. ما هما طرفا الحملية؟ موضوع والمحمول. افهم هذا جيدا. طرفا الشرطية مقدم والتالي، أما طرفا الحملية فهو الموضوع والمحمول. فما هي الحملية؟ الحملية ما كان طرفاها مفردين، يعني الموضوع والمحمول يكونوا مفردين. مفهوم؟ نحو زيد قائم. زيد مفرد وقائم مفرد. فهمنا؟ نعم. أو في قوتهما، أو يكونوا في قوة المفرد. نعم. أو في قوتهما. نعم. نحو زيد قائم أبوه. نعم، زيد قائم أبوه. واضح؟ الآن زيد مفرد، الموضوع مفرد، لكن قائم أبوه يظهر أنه مركب لكن في قوة المفرد. كأنك قلت زيد قائم الأب، كأنك قلت زيد قائم الأب فيكون مفرد. قائم أبوه هذا اللي يظهر أنه مركب في قوة المفرد، كأنك قلت قائم الأب، قائم الأب فهو مفرد. فهمنا؟ فالحملية ما كان طرفها مفردين أو كانا في قوة المفرد. نعم. فالجملة الواقعة خبرا في تأويل مفرد هو قائم الأب، قائم الأب مثلا. فهمنا؟ أيوة. نعم. واضح يا جماعة الخير؟ قال تحت هنا في تأويل مفرد أي في تأويل قولك قائم الأب. هو قائم الأب أي والمراد بالمفرد ما ليس بجملة، هو فيشمل المركب الإضافي، فيشمل ماذا؟ المضاف والمضاف إليه. هذا يكون مفرد لا يكون مركب، لأن المركب هنا ما كان في مقابلة الجملة، ما كان مقابل للجملة. فالمركب الإضافي يدخل في المفرد، يدخل في المفرد. نعم. زيد. والحملية نسبة إلى الحمل. نسبة إلى الحمل. نسبة إلى الحمل. نعم. باعتبار طرفها المحكوم. نعم. طرفها باعتبار طرفها. طرفها المحكوم. هذا هو. لأنه يسمى محمولا تشبيها له بالشيء الذي حمل على غيره. انظر الآن عندك ماذا؟ عندك الموضوع، عندك المحمول. ها هو هذا الموضوع، هذا المحمول. هكذا موضوع محمول. صحيح؟ لماذا سميت هذه حملية؟ لماذا سميت هذه القضية حملية؟ الأولى لماذا سميت شرطية؟ لوجود أداة الشرط. هذه لماذا سميت حملية؟ قال لك الشيخ والحملية نسبة إلى الحمل باعتبار طرفها المحكوم به. أين المحكوم به؟ أين المحكوم عليه؟ لو قلت زيد قائم، قائم هو المحكوم به، هذا قائم. هذا قائم كأنه محمول هكذا، هذا موضوع في الأرض هكذا، وهذا محمول هكذا.
تشبيها له بالشيء الذي حمل على غيره، كأن قائم هذه محمول على زيد هكذا، سميت حملية لأننا نحمل القيام لزيد على زيد، نحمل القيام على زيد. فهذا موضوع كأنه موضوع على الأرض، وهذا المحمول كأنه محمول على غيره هكذا، فسميت ماذا؟ حملية، سميت حملية. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. والحملية نسبة إلى الحمل باعتبار طرفها المحكوم به وهو المحمول، صح؟ وهو المحمول، لأنه يسمى محمولا تشبيها له بالشيء الذي حمل على غيره، كما مثلناه، كأن قائم هذا محمول على زيد، زيد وضع وحمل عليه قائم، وسميت لهذا سميت حملية. فهمنا يا جماعة الخير؟ اقرأ معي تحت. قال نسبة إلى الحمل باعتبار إلى آخره، أي الذي اشتملت عليه باعتبار إلى آخره، وإنما لم تنسب للوضع. لماذا لم نقل وضعية، قلنا حملية؟ الشيخ قال لك وإنما لم تنسب للوضع بحيث يقال وضعية، مع أنها مشتملة على الموضوع أيضا، لأن المحمول هو محط الفائدة. لأن المحمول هو محط الفائدة، لأن المحمول هو الحكم، هو الذي سيحكم. لو قلت زيد قائم، أين محط الفائدة؟ قائم، القيام. لو قلت زيد نائم، أين محط الفائدة؟ نائم. لو قلت زيد مجتهد، أين محط الفائدة؟ مجتهد. لذلك سميت حملية، لأن المحمول هو محط الفائدة. مفهوم؟ هذا. لذلك الشيخ قال وإنما لم تنسب للوضع بحيث يقال وضعية، مع أنها مشتملة على الموضوع أيضا، مشتملة على الموضوع. قال لك لأن المحمول هو محط الفائدة، لأن الفائدة تظهر في ماذا؟ في المحمول. لأنك لو قلت زيد وسكت، هل يوجد فائدة؟ لكن لو قلت قائم، هذا محط الفائدة، ذلك سميت حملية. زيد. قال تشبيها له إلى آخره، أي فالتسمية بما ذكر مجاز باعتبار الأصل، ثم صارت حقيقة عرفية، ثم إن هذا ظاهر في حال الإثبات، وأما في حال النفي فالتسمية بما ذكر توسع أشار له الغنيمي. نعم. زيد. والقسم الثاني وهو الحملية قسمان. نعم. لذلك قال ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية، صحيح؟ ثم قال والثاني شرطية حملية والثاني. الآن سيقسم الحملية. نتوقف هنا. نعم نتوقف إن شاء الله. نتوقف هنا عند الحملية. بعد ذلك الشيخ سيقسم الحملية إلى ماذا؟ كلية وشخصية. الدرس القادم سنقسم الحملية إلى كلية وإلى شخصية. مفهوم؟ وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نريد أن نحافظ على الدرس ساعة وعشرة، ساعة وعشرة، لا نزيد، كي لا نطول على الجماعة، وكذلك لكي يكون الدرس معتدل. ساعة، هذا هو الدرس المعتدل.